كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. تعالى النهاردة قول لي جمال بالعمري. النهاردة بالعمري خلاص الحتة دي بقت ماركة مسجلة بتاعته. ايه الترقيصة دي وايه الشوطة دي وايه التسديدة دي؟ لعيب بيثبت نفسه ان هو فعلا باك ليفت بتاع النادي الاهلي، حاجة بتفكرك بريحة علي معلول. هو ده بالعمري. عايز النهارده اتكلم على برضه مروان عثمان. قلت لك قبل كده مروان عثمان هيجي منه. طب هو ولا كاموشا؟ لا هو اكتر، والراجل مقتنع بيه جدا جدا جدا. النهارده شفنا مروان بيتحرك في الست ياردة كتير وعمل الفولو، ولا اروع من كده ولا احسن من كده. هو ده الفيرود، هو ده اللي عايز ياخد فرصه في النادي الاهلي. فالنهارده يوسف بالعمري مفيش اجمل ولا احسن من كده. الترقيصه دي وايه السبعه الجميله دي. وعايز اقول لك ان النهارده عمل كل حاجه، يعني النهارده رقص صح، شاط صح، باك ليفت متكامل، وهو ده اللي احنا كنا عايزينه في الفتره اللي فاتت بعد ما علي معلول مشي. مروان عثمان، انا بقول لك النهارده مروان عثمان جاي وهيبقى حاجه كويسه. النهارده الاهلي ب 36 نقطه في اول الدوري في الصداره، فالنادي الاهلي النهارده شغال كويس. عايز اقول لك ان النهارده سموحه دي عملت نتائج ايجابيه مع بيراميدز جامده جدا. فالنهارده الاهلي فاز على خصم صعب مش سهل. تاني حاجه عايز اقول بس ليستورم، مفيش مشكله لما امام يبقى وحش، مش مشكله اللي انت تطلعه عادي. شكرا.